صلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحب صابر من قناه زي فود. لو عندك بط عمر كده او لو عندك فرخه هنعمليها بالمرطه هتبقى عسل عسل عسل. ايه هي المرطه دي؟ او المرطه دي اللي بتيجي من القشطه؟ لا، دي المرطه عبارة عن بصل مع فلفل اسود كتير، يعني كتري كده مستخسريش، مع ملح بس كده. وهبدأ بقى اجيب البطاية القمر بتاعتي واحشيها بالكلام الجامد ده، وممكن كمان تضيفي زبيب معاها، ما تستغربيش، بيديها طعم حلو قوي. انا هحشي بقى البطة، تبلتها كويس قوي زي ما انتم شايفين من بره ومن جوه، ضروري جدا. وتعالوا بقى عندي هنا طاسة على النار، تمام، اي حاجة واسعة كده، بسم الله. حطيت فيها معلقة زيت، هو ده اللي انا عايزاها تتحمر من هنا ومن هنا. هقفل اللون عليها على ناحية التانية، حطيت بقى جزر وطماطم وبصلاية كده، وهبدأ انزل بالمية السخنة. ضروري يا جماعة تكون سخنة، كل ده انا معلية النار، هو ده الكلام. انزل بقى بالمية السخنة بتاعتي، وهحط حبهان ورق لورا وإيداع، هسيبها بقى تستوي تغلي حاجة، وهدي النار عليها كأنك أي حاجة بتسويها عادي جدا. اللهم بارك يا رب، الله أكبر. شايفين شوربتها عاملة ازاي؟ أنا مش هتكلم، روعة يا جماعة. لازم طبعا، بصوا شوربة روعة، لازم تتأكدي من التسوية بتاعتها. تمام، انا حطيت شوية ملح على فكرة في الشوربة برضو، ملح وبهارات زي ما قلت لكم. تقعدي تعملي كده بالشوكة بالمعلقة، لو نزلت طلعت دم او عصارة كده يبقى لسه ما استوتش. خلي بالكم انا حطها على الصدر عشان تستوي اسرع. وحطيت ايه كمان برضو؟ بصوا يا جماعة، حطيت حوالي 5 وحدات من نواة البلح. بتعمل ايه نواة البلح دي؟ عايزه اقولك بتسرع التسوية، بتبقى قمر. تعملي بقى على الشوربة القمر دي شوية ملوخية شوية كشك زي الفل معانا. تعالوا بقى هدهنها بايه بقى الجديد معانا؟ شايفين ده عسل اسود، عسل اسود يا حاج، ما تستغربيش. هطلعها دلوقتي، احطها في صينيه وادهنها بعسل اسود ورشه ملح ورشه فلفل اسود، وادخلها تحت الشوايه، ودوقي احلى بط في الدنيا. رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ هي معلقه العسل، بصوا ادت لون عامل ازاي، بصوا البطه مستويه، وبصوا من جوه، ولا الريحه روعه يا جماعه. جربوا الطريقه دي، زينيها بقى باي حاجه. مش كل يوم هنعمل بط، صدقيني. معلقه العسل، بصي اصل انت مش بتدخليها جوه، ده البهارات. انت مجرد بقى ايه اللي انا كنت قايله لكم، احنا دعكنها كمان، كنت حاولت اسلك تحت الجلد، ودعكت بالميكس اللي ايه، الفلفل الاسود مع الملح مع البصل. اتمنى انتوا تجربوا الطريقه، سهله وبسيطه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه زي فود، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.